اوعي تكوني بتشويه، البط مش للشوي. البط اهم حاجة هو الصحي جدا اللي هو السلق. النهاردة نسلق البطاية الجميلة ديت، بس بجهز الحشو بتاعي. عندي بصلاية صغيرة وكمان حباية طماطم، بتبلهم الاول ملح فلفل اسمر، وبروح نازلة بيهم على كوباية من الرز، غسلها كويس جدا، وانزل من كل حاجة من البهارات معايا معلقة صغيرة فلفل اسمر، كمون، مرقة دجاج، وسبع بهارات، وكمان معلقة صغيرة من السمنة. ما شاء الله. بخلطهم كلهم مع بعض واروح حاشيه بيهم البطايه زي ما حضراتكم كده شايفين، وكمان بفتح من الجناب بحشي معايا البطه جميله جدا. ده وزن البطه 2 كيلو ونص، غسلها منضفاها كويس جدا. هتقولي لي ليه بقى مش بيتشوي؟ واروح هنا بقى قافله عندي بالمعلقه بدون اي خيط خالص، في ناس بتخيطها بس انا بقى ايه، بقفلها كده بالمعلقه معايا، وبفتح من الجناب بالسكينه. ما شاء الله. انا مش بشويها علشان فيها دهون جامده جدا، كلها بتدخل بدنها جواها كده، ما بتطلعش معاكي، وبيبقى الطعم يعني صعب جدا. مهما تحط لها بهارات ومهما تظبطيها في الشوي برضو لحمتها بتبقى صعبة جدا. هنا بقى بجهز عندي مية سخنة فيها بصلاية كبيرة وحباية طماطم صغيرة، وكمان ورق لوري، واربع فصوص من الحبهان، معلقة صغيرة فلفل اسمر وكمون، وبظبط عندي الملح عند الغليان. بروح نازلة عندي بالبطاية اسيبها تستوي معايا، وبنزل بيها على بطنها. ما شاء الله ما خدتش مني اي وقت خالص، يعني ساعة الا ربع كده عما استوت. شايفين الدهون؟ ما شاء الله. اسيبها بقى تستوي وبعد كده احمرها معايا، وبتبقى بقى بالشكل ده وما بتاخدش مني اي سوا خالص. هي بتقعد يعني ساعة الا ربع كده عما بتستوي على نار متوسطة. اللهم بارك يا رب، بألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.